السلام البنات، نتمنى من يدخل عليكم هذا الفيديو او اي فيديو من فيديوهاتي يلقاكم بالف خير. رمضان كريم مبارك عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه. اليوم جبت لكم هذا الطاجين الجلبان والشوربه على طريقتي، نتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. تابعوا الفيديو للاخر راح تكتشفوا المقادير، طريقه التحضير، راهم انها وصفات بسيطه لكن تخرج بنينه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. وقبل ما نبداو نقولوا دائما كما دائما نقول لكم، قولوا بسم الله توكلنا عليك يا ربي، ونصلوا ونسلموا على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا في كوكوط وضحت هنا عندي غير ربع حبه تاع بطاطا، عندي ميم با نص تاع لفت، كذلك وضحت ميم با غير مرص صغير تاع كورجات. درت على حسابنا حنا افراد العائله. عندي زوج حبات زروديه، زوج حبات طماطيس، عندي حبه بصل متوسطه مقطعه، وكذلك عندي هنا غير كركس تاع الدجاج. ما درتش عندك اللحم ديري اللحم، لكن غير بالمرقه تاع غير بالدجاج ويخرج شباب. هنا عندي حفنه تاع حمص والقزبر. من الافضل يكون هذا المزرع يجي شباب بنين بنين بالبزاف. القزبر هو اللي يطبعها. وكذلك عندي هذا النعناع اليابس، ما عنديش الاخضر، لا عندك الاخضر ديري الاخضر. هنا عندي الملح، زعفران، الفلفل الاسود مكعب، مرق دجاج، عندي فلفل الاحمر، السكنجبير، والكركم. هادو كل شيء اديت منهم كركم سكنجبير وحور نص 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 ملعقه شاي، والملح ملعقه شاي، ومكعب مرق الدجاج. وانا عندي العود تاع القرفه. هادو هما التوابل اللي نستعملهم. انا من نستخدم اللحم ما نديرش السكنجبير والكركم، لكن من درت الدجاج استعملت هاد التوابل. هنا ضفت ملعقه كبيره من الطماطم المصبره، وما نديرش الزيت، ولكن نمرق بارد في بارد. تبغي تقلي قلي، لكن نأكد لك غير بارد في بارد وتجي بنينه بنينه هاد الشوربه. انا الشوربه تاعي واعوذ بالله من كلمه انا، كاع يبغوها وكاع يطلبوها مني. والان نروحوا لمرقه الجلبان. المرقه تاع الجلبان، هنا عندي نص تاع اللحم، وضعت القليل من الزيت، ونصف ملعقه صغيره من الزبده. اللي عندك السمن ديري السمن يعطي بنا شابه. هنا راني نقلي اللحم. سر البنه هنايا راني نقول لك دروك الشوربه قلت لك ديريها بارد في بارد، لكن سر البنه الطواجن في التقليه. قلي مليح اللحم تاعك، نأكد لك باللي المرقه راح تجي بنينه بنينه بالبزاف. ما عندكش اللحم ديري الدجاج عادي، لكن تبعي كل المراحل. هنا عندي حبه بصل متوسطه، كذلك راني مقطعتها تقدري تربيها الا بغيتي تربيها. بعدها راح نضيفها للحم اللي راني مقلياته، ونخلي كذلك البصل يتقلى. هذه هي طريقتي في تحضير المرقه. كما قلت لك مرقه تقليديه كاع على طريقه الزمان، لكن تجي بنينه بنينه صدقيني. هنا الشوربه بدات تغلي وريحتها يا كنت تشميها ولا اروع. ديريها بهذه الطريقه وردي لي الخبر. هنا التوابل اللي راح نستعملهم في المرقه، عندي الرند، عندي الملح على حسب الرغبه، الفلفل الاسود والزعفران والعود تاع القرفه. انا هذا ما نستعمل. كون درت الدجاج ندير فيها شويه سكنجبير شويه كركم. هنا عندي زوج حبات الزوديه نبغي نزيدها مع الجلبان. هنا ضفت نص حبه صغيره تاع الطماطم. مانيش باغيه نديرها مرقه حمراء، باغي نديرها مرقه تكون بيضه صفراء، لاني نديرها فيها الزعفران. راح نزيد نقلي، وبعدها راح نضيف ديك الزوديه. وهنا راني دايره هنا الماء يغلي، دائما نمرقوا بالماء حامي، ما نمرقوش بالماء بارد. هنا راح نضيف الزوديه، كذلك نقلي غير شويه، وبعدها راح نمرق كما قلت لك، نمرقوا بالماء المغلي. وانا راني بلعت على لاكوكوط على الشوربه باه طيب لي بالخف في ميم با نص ساعه تكون طايبه. وانتي لا كي باغي ديريها غير في القدره ديريها في القدره.
عادي الطيب خليها نقصيها للنار وخليها طيب في غرضها باش تجيك الماكله مجمره وبنينه. وكذلك بالنسبه للمرقه تاع الجلبان، الا كي باغي ترمي غير في الطاجين ديريها على نار هاديه وخليها تتجمر غير في غرضها. هادو هما النصائح اللي نقولهم خاصه البنات المبتدئات. هنا راح نمرق وراح ندير عند المينيموم، ما راحش غير نغطي على اللحم، ما راحش نقوي الماء، لاحظي ما قويتش الماء. وبعدها راح نغلق لاكوكوط. انا كنت باغيه نطفي ليه باش نريح، كما كنت عارفوا تعب بزاف، الله يقدرنا. هنا راح نغطي عليه، نبلع لاكوكوط. بعد نصف ساعه نحل عليها ونضيف الجلبان هنا راه جديد وطياب، راني غسلته مليح وراح نضيفه للمرقه. كما قلت لك هنا بعد نصف ساعه راح يطيب خف لانه راه جديد هذا الجلبان. نغطي عليه ونخليه يطيب، وبعدها نروحوا للمراحل اللي بعدها. هنا عندي كميه من الكفته تاع الدجاج، كنت طحنتها ودرت لها التوابل، الفلفل الاسود، الكركم، السكنجبير، توابل الدجاج، كوري الدجاج، درت لها شويه قرفه، بصل ملحي، زدت لها من بعد المعدنوس، وعندي كذلك القرناع كما كتشوفي فيه. هنا بعد ما طابت الشوربه راني صفيتها وراني صفيتها في الكسكس ونمرس في الخضرات. تقدري تطحنيها في الراحه في المولينات. هنا بعد ما صفيتها وضعت لها هنايا القليل من القزبر، وضعتها فوق النار خليتها تغلي. بعدها ضفت لها انا على حسب الكميه اللي عندي، ضفت لها نصف كاس تاع شوربه فيرميسيل. راح نخليها تغلي غليه واحده ونطفي عليها ونخليها تنتفخ. من سر من اسرار الشوربه تجي شابه، ما تخليهاش تغلي حتى هي بروحها في الماء في المرقه الحاميه راح تطيب. كما نعرفوها رقيقه الشوربه بالخف الطيب، ونطفي عليها ونزيد لها رشه تاع نعناع يابس. هنايا نقيت القرناع وعمرته، راح لي المقطع بان نوريكم راح لي، وعمرتها بالكفته. وهذه هي راهي حاضره معنا في صحن التقديم. وصفه بنينه خرجت بنينه، الله يبارك ما شاء الله. تبعي كل مراحل راح تجيك كما جاتني ان شاء الله، تجي بنينه. وهذه هي الشوربه اللي حضرتها معكم كذلك، خرجت ولا اروع مع عصا تعليم. يا واش نقول لكم، بنينه هذا مكان. تبعي الفيديو الاخير، عفوا سمحوا لي، واحد راه صايم ورانا كيما قال لك كاو. مهم هذا هو فيديو نهار اليوم. الى عجبك ما تنساش دعمي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، تبقوا على خير.